هلو هلو يا حبايب قلبي، جاهزين علشان نفجر عالم الروايات بقصة تحفة مليانة مغامرات، وهتعيشنا مع أبطالنا أجمل الأوقات. هنضحك على غيرة البطل وهندوب في رومانسيته، هنزعل مع زعلهم، والأكيد طبعا مع حكايات إيمان هنفرح في نهاية قصتهم. ودلوقتي يلا بسرعة اربطوا الأحزمة علشان نخترق عالم القصص ونشوف قصتنا خادمة الرعد اللي بقلم الجميلة المبدعة حنين محمد. ودلوقتي نقدر نقول يلا نبدأ. بطلتنا ملاك بريئة جدا، عندها 20 سنة، بتشتغل في بيت رعد وبتدرس في كلية. البنت دي يتيمة، عاشت طول حياتها في الملجأ وكانت متجوزة، بس دلوقتي أرملة. عيونها خضرة شبه الزيتون، بيضة وجسمها كيرفي وجميلة جدا، وشعرها طويل قوي ولونه بني، بني فاتح. هي مش محجبة بس وسيمة جدا لدرجة كبيرة. ونروح لبطل روايتنا رعد، قاسي جدا، مش بيهتم لحد، ضابط في الشرطة، كان متجوز بس طلق، وهنعرف السبب في الأجزاء الجاية. عنده 30 سنة، عيونه عسلي فاتح وشعره لونه بني وفيه خصلات لونها أشقر، هو قمحاوي جذاب جدا، عنده عضلات وجسمه رياضي، وسيم لدرجة كبيرة لكن ملامحه قاسية وحادة. سلمى أخت رعد بنوتة جميلة وهادية، عندها 20 سنة، قد ملاك بالظبط، فرفوشة وطيبة جدا، وكمان بتحب ملاك قوي. هي صاحبتها الوحيدة، عيونها عسلي زي رعد، بشرتها بيضة وشعرها اسود كالليل، وجسمها كيرفي وجميل. وكمان بتحب رعد ومامتها جدا، بعد وفاة باباها ملهاش حد في الدنيا غيرهم. سناء مامة رعد وسلمى ست طيبة وجميلة جدا، عندها 50 سنة بس ما يبانش عليها سنها، عيونها بني فاتح، شعرها ما بين الأسود والأبيض. بتحب ملاك برضو جدا وبتعتبرها زي بنتها، بتحبها زي سلمى بالظبط. وست حقانية جدا نعيمة حماة ملاك، هي اللي أخدت ملاك من الملجأ وجوزتها ابنها بعد ما كبرت، وبعد سنة من الجواز ده ابنها مات. هي ست قاسية جدا، شغالة مع ملاك في بيت رعد، بتحب الفلوس قوي، عاوزة تبيع ملاك بأي طريقة علشان تاخد فلوس بدلها، متحكمة في كل حياة ملاك، ما تعرفش الرحمة. عينيها سودا زي قلبها وشعرها أبيض، عندها 60 سنة، ما عندهاش غير ابنها اللي توفى، وكل حياتها هي إنها تدمر ملاك وبس، وإنها تستغلها على قد ما تقدر علشان تقدر تسحب من وراها أي فلوس وتحوشهم فوق بعض تحت البلاطة. وما بيهمهاش مشاعر ملاك ولا إذا كانت اتوجعت أو تعبت من الشغل، كل اللي بيهمها الفلوس وبس. بنبدأ قصتنا، بنروح في المطبخ عند ملاك اللي هي كانت شغالة فيه في قصر العدوي اللي هو قصر الرعد. دخلت عليها حماتها، وأول ما شافتها اتعصبت كالعادة وزعقت فيها وقالت بحدة: انت يا بنت يا ملاك، روحي يلا صحي البيع علشان ينزل يفطر وما تتأخريش، يلا روحي. ملاك بخوف: ها؟ طيب ما بلاش أنا، روحي انتي صحي وانا هكمل الفطار، هكمله بسرعة ما تقلقيش، هعمل زي ما انتي بتعملي بالظبط. نعم يا اختي، الست هانم قالت محدش يطلع فوق غيرك انت يا حبيبتي. يلا يا بت اخلصي، روحي صحي البيع علشان يفطر، وصحي كمان الهانم الصغيرة علشان تفطر. اخلصي يلا وانا اللي هكمل الفطار. هو انت اللي هتنقي الشغل بمزاجك كمان ولا ايه؟ اللي يتقالك تنفذيه، بدل والله لا خلي ليلتك طين على دماغك. ملاك سمعت الكلام وفعلا طلعت الدور التاني من القصر وعدلت هدومها وخبطت على الباب، بس ما سمعتش رد. خبطت تاني، ما لقيتش رد برضو، اضطرت انها تفتح الباب ودخلت. واول ما دخلت الأوضة سمعت صوت المية في الحمام، فعرفت انه بياخد شاور. قربت من الحمام بتوتر وخوف، وبعدين خبطت على الباب وهي بتقول: آه يا رعد بيه. جاوب رعد من الحمام: عاوزة ايه يا ملاك؟ انجزي. ها؟ الست هانم الكبيرة بتقول لحضرتك انزل علشان تفطر، عن إذنك. وكانت لسه هتمشي بس سمعت صوت بيقول لها: استني. ارتبكت جدا ووقفت مكانها وقال:
هاتيلي بشكير من الدولاب عندك، يلا. وفعلا اتنهدت بضيق وقربت من الدولاب وطلعت بشكير، وبعدين رجعت تاني قربت من الحمام وهي بتقول أم اتفضل البشكير يا رعد بيه. وكانت مادة ايديها جوه الحمام. رعد سحبها لجوه الحمام وكان لابس هدومه، قربها لصدره وقال بكل هدوء وهو بيبص عليها وبيبص على عيونها جدا: ياه، انتي بتبقي زي القمر وانتي متوترة. لو سمحت سيبني، ما ينفعش كده. ما ينفعش؟ ليه يعني ما ينفعش؟ انتي مش أرملة؟ يعني لو أي حاجة حصلت مش هيحصل حاجة، عادي يعني حتى لو حصل حاجة مش هيحصل لك مشكلة. بس ما كملش كلامه بسبب صفعة قوية جدا من ملاك على وشه وهي متعصبة وعينيها في عينه بكل تحدي وبكل قوة: احترم نفسك، أنا أشرف من الشرف، ولو سمحت ابعد عني. رعد بعصبية وهو الدم بيجري في عروقه قال: تمام يا ملاك، ردك وصلني وأنا هعرف أتعامل معاكي بقى، بس هتعامل بطريقتي. اطلعي بره وما اشوفش وشك هنا تاني، فاهمة؟ ملاك بحدة: طيب اتفضل سيبني علشان امشي. وفعلا سابها وهي فتحت الباب وطلعت تجري بسرعة وكانت منهارة من العياط، مش مصدقة اللي حصل واللي هو قاله لها. وقفت قدام باب الأوضة وكانت بتمسح دموعها قبل ما تخرج علشان محدش ياخد باله إن في أي حاجة حصلت، وأخدت نفس عميق علشان تهدى. وبعد ما هديت خرجت بسرعة من الأوضة وراحت على أوضة سلمى أخته، خبطت على الباب وقالت: يا سلمى هانم، أنا ملاك. قالت سلمى من جوه من الأوضة: انتي لسه هتخبطي؟ ما تدخلي يا بنتي. دخلت ملاك وهي عقلها مش فيها، كانت متوترة ومرتبكة جدا وجسمها بيتنفض. قربت من سلمى وقالت: صفا هانم بتقولك الفطار جاهز، انزلي عشان تفطري. استني، جبتلك الكتب بتاعتك من الكلية، يلا بقى شدي حيلك، عايزاكي تجيبي تقدير كويس قوي السنة دي. أنا متأكدة إنك هتجيبي تقدير حلو، أنا واثقة فيكي وعارفة إنك شاطرة. ملاك فرحت قوي وابتسمت وقالت: أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي، شكرا قوي يا سلمى، والله لولاكي ما كنتش عارفة أكمل تعليمي، وأنا ده حلم حياتي إني أكمل تعليمي وأتخرج من الكلية. ما تقوليش كده، مفيش بينا شكر، وبعدين مش احنا صحاب بقى ولا ايه؟ وانا ماليش صحاب غيرك اصلا. بصي بقى، وكمان انا قررت ان في اقرب وقت هخليكي تنزلي معايا الجامعة وتقعدي معايا وقت اطول بحيث تشتغلي وتدرسي في نفس الوقت. مش هينفع، حماتي مش هتوافق، وانتي عارفاها كويس قوي، ست صعبة. سيبك منها، نعيمة دي شايفة نفسها عليكي انتي وبس. اما هي بقى ما تقدرش تتكلم طبعا قدام ماما ورعد. بقولك ايه، انا هقنعهم واخليهم يكلموها، ومش هتقدر طبعا تقول لهم حاجة. معلش يا سلمى، سيبي الموضوع ده دلوقتي، انا كفاية بروح يوم واحد في الاسبوع، وكمان اخاف حماتي تعرف اني بروح الجامعة واني بدرس من وراها، وقتها مش هتخليني اروح تاني ولا هتخليني ادرس حتى من البيت. قلتلك سيبك منها وانا هتصرف يا ستي. بقولك ايه، يلا سيبك من الكلام ده دلوقتي ويلا بينا علشان ننزل تحت وعلشان نفطر، انا ميتة من الجوع. وملاك دخلت المطبخ عند حماتها، واول ما دخلت شافت نعيمة الكتب اللي كانت مخبيها ورا ظهرها وقالت: ايه ده، جبتي الكتب دي منين انتوا يا بت؟ ردت ملاك بتوتر: ها، آه، سلمى هانم جابتهم لي، دول شوية روايات وقصص زي ألف ليلة وليلة، يعني زي قصص زمان بقرأهم. اهو ده اللي انتي فالحة فيه. طول الليل تفضلي تبحلقي في الورق ده وصحيك الصبح بيطلع الروح، انتي عايزة تنامي وتاكلي وبس. خلاص بقى يا حماتي، اهو بتسلى بيهم شوية يعني. بقولك ايه، انا هكمل الفطار معاكي اهو علشان نطلعه، هما الجماعة دلوقتي قاعدين على السفرة، يلا بسرعة. وبعد شوية كانت ملاك واقفة فعلا بترتب الفطار على السفرة، وسناء وسلمى كانوا قاعدين قدامها. سناء بصت لها بتعب وقالت:
كفاية بقى يا بنتي، احنا تعبناكي معانا قوي، عمالة ترصصي في الأكل بقالك ساعة. آه، تعبك راحة يا هانم. أنا في المطبخ لو احتجتي أي حاجة اندهيلي أجيلك على طول. وجت تمشي، بس قبل ما تخرج لقيت رعد في وشها اللي بصلها ببرود من فوق لتحت، وهو بيقول: انتي رايحة فين؟ تعالي هنا علشان تصبي لي الشاي. قالت ملاك بتوتر: حاضر، تحت أمرك. سلمى بصت لرعد وقالت: ما تصب لنفسك يا رعد، ايه المشكلة يعني؟ ما تسيب البنت تدخل المطبخ علشان تفطر. سلمى، عيب كده يا حبيبتي، عيب تتكلمي مع اخوكي الكبير بالاسلوب ده، ما ينفعش كده. سيبيها براحتها يا ماما، قريب قوي هرميها في الحجز عندي وسط المجرمين. قال كلامه، وبعدين بص على ملاك اللي اتنفضت بخوف، وهي عارفة انه يقصد الكلام ده عليها هي. وسلمى قالت لمامته: ماما تعالي، عايزة اوريكي حاجات عايزة اشتريها اونلاين، حاجات حلوة قوي. وفعلا فتحت الموبايل وكانوا بيتفرجوا عليه هما الاتنين مع بعض. اما رعد استغل انشغالهم ده وحط ايده على ملاك اللي اتنفضت بخوف لدرجة ان الشاي اتكب ووقع على ايديها، وهي مرتبكة منه جدا. ملاك، ايدك اتحرقت يا حبيبتي، في ايه بس؟ انتي ارتبكتي كده ليه؟ اما رعد كان بيبص لها وبيبتسم بخبث. سناء قالت: يا لهوي، مش تخلي بالك برضو يا بنتي؟ خديها يلا يا سلمى على المطبخ وحطي لها تلج على ايديها علشان تخف، دي ايديها اتحرقت خالص. حاضر، تعالي معايا يا ملاك. واول ما دخلوا المطبخ قالت سناء بحده لابنها: انت مش ناوي تبطل اللي انت بتعمله ده؟ حرام عليك، البنت غلبانه ومش قدك يا رعد، بطل اسلوبك ده معاها ومش هقول الكلام ده تاني. رعد ببرود: وانا عملت حاجه يا ست الكل؟ للي افترى ده بس، هي اللي ارتبكت. هو قربي كان بيربكها مش عارف ليه، اول ما بتشوفني بترتبك وبترمي اي حاجه في ايديها. انا شفتك يا قليل الادب وانت بتحط ايدك على ايديها. رعد، البنت دي مش للعب، دي بنت كويسه ومحترمه جدا، لولا ظروفها كانت هتكون في مكان احسن من هنا بكتير. وكمان حماتها لو كانت شافت حاجه دي كانت طينت عيشتها. وبعدين لو عايز تتجوز اتجوز، بس اكيد برضو مش هتتجوز ملاك يعني. رعد ساب الاكل وقال: ما انا اتجوزت وايه النتيجه؟ الجواز فضح عيبي يا امي. سناء قالت: دي حاجه بتاعت ربنا. طيب لو عايز تتجوز ملاك يا ابني اتجوزها، بس توعدني انك تتعالج، وكل حاجه وليها دواء. ارجوك، ارجوك تتعالج يا حبيبي. وانا مش هتجوز ومش هروح لدكاتره. اروح للدكتور اقول له ايه؟ تعالى ساعدني. وبعدين لو سمحتي يا امي ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني، انا كده مرتاح وزي الفل، بعد اذنك. قال كلامه وسابها ومشي. اما سناء دموعها نزلت على ابنها، رفعت ايديها للسما وقالت بحزن: يا رب، يا رب اهدي وابعد عنه ولاد الحرام واجمعوا بنت الحلال عن قريب، يا رب، يا رب. وبالليل رجعت ملاك مع حماتها للبيت بتاعهم. هما الاتنين كانوا راجعين بعد ما أخدوا أكل كتير من السرايا كالعادة، كانوا دايما بيدولهم الأكل قبل ما يمشوا. ودخلت على أوضتها، دخلت وراها حماتها وقالت: اسهري براحتك يا أختي، بكرة أجازة وهتنامي براحتك. سناء هانم قالت لي عشان إيدك اللي اتحرقت مش هتروحي بكرة الشغل لحد ما تخف، كأنهم يعني ما شافوش حد اتحرق قبل كده. حاضر، حاضر يا حماتي، يلا تصبحي على خير، أنا هنام بقى. وسابتها نعيمة حماتها وخرجت. وملاك فضلت قاعدة تذاكر، كانت بتذاكر طول الليل وكانت بتعمل اللي عليها وزيادة لحد ما الموبايل رن برقم سلمى. ألو، أيوة يا سلمى، أيوة أنا صاحية، انتي بتعملي ايه؟ أنا عندي ليكي حتة خبر ب1,000,000 جنيه. بص يا ستي، ماما قررت تتكلف بمصاريف دراستك كلها لغاية ما تخلصي طول فترة الدراسة، وهتقعدي معانا في البيت وتبقي مكان الممرضة. ايه رأيك بقى؟ ابتسمت ملاك بسعادة وهي فرحانة ومش مصدقة اللي بتسمعه. ايه؟ بجد؟ انت بتتكلمي بجد يا سلمى؟ مامتك هتعمل كده بجد؟ انا بجد مش مصدقة. لا يا اختي صدقي، والله زي ما بقولك كده،
وكمان رعد هيعلمك ازاي تدي حقن والحاجات اللي زي دي علشان تقدري تساعدي ماما. ايه رأيك بقى؟ وأول ما اتذكر اسم رعد الابتسامة اختفت وقالت ملاك: آه بس بلاش يا سلمى، خليني كده أحسن، أنا راضية بوضعي ده. راضية بإيه؟ يا بنتي انت غبية، دي فرصة ما تتعوضش. انت كده هتعيشي مرتاحة وشوية وهتأمني مستقبلك وتقدري تشتغلي في أي شركة محترمة. والله يا ملاك لو ما جيتيش بكرة وبدأتي في الشغل ما تعرفيش أنا ممكن أعمل فيكي إيه. هزعل منك ومش هكلمك تاني أبدا. يا بنتي دي فرصة، الفرصة ما بتجيش في العمر غير مرة واحدة. حاضر حاضر يا سلمى، بكرة إن شاء الله هاجي وربنا يستر. وتاني يوم كانت قاعدة ملاك مع سناء ودخل عليهم رعد لأن سناء كانت ندهت عليه من شوية. دخل وقال: نعم يا ست الكل، قلتيلي إنك عايزاني، خير في حاجة ولا إيه؟ سناء بهدوء: أيوة عايزاك تعلم ملاك إزاي تدي الحقنة بتاعتي. وعلى فكرة ملاك هتفضل عايشة معانا هنا طول فترة دراستها، وأنا خلاص أخدت الإذن من حماتها وما قدرتش تتكلم طبعا. بجد؟ طب كويس قوي، هاتي الحقنة من الدرج اللي هناك ده وتعالي أوريكي هتدي الحقنة إزاي يا ملاك. ملاك فعلا سمعت كلامه وراحت جابت الحقنة، وهو بياخد منها الحقنة مسك إيديها فسحبت إيديها بسرعة من غير ما صفا تاخد بالها، وهي مرتبكة ومرعوبة جدا منه وعمالة تبصله بكل رعب وهي متأكدة إن اللي جاي مش كويس تماما. رعد قال: أنا هدي لماما الحقنة، هديها لها قدامك وانت ركزي علشان تديها لها بكرة. من بكرة انت المسؤولة عن كل حاجة. حاضر. وفعلا علمها ازاي تدي الحقنة لمامته. وبعد شوية دخلت أوضتها علشان تنام وترتاح، وفجأة أول ما دخلت الأوضة اتصدمت. يا ترى ملاك شافت ايه في أوضتها وهيحصل معاها ايه في الحلقات القادمة؟ كل ده هنعرفه في الأجزاء الجاية. كلكم طلبتوا مني مسلسل عبارة عن أجزاء، وأنا طبعا نفذت طلبكم كالعادة. انتوا عليكم تأمروا وأنا عليا نفذ، بس هستنى آرائكم في التعليقات وتوقعاتكم. يا ترى ايه اللي هيحصل مع ملاك؟ وما تنسوش تكتبولي في التعليقات توقعاتكم. عايزة تفاعل كبير جدا على الرواية، وعايزة تفجروا زر اللايك لو لقيت لايكات كتير والرواية عليها تفاعل كبير. أوعدكم إن الفترة الجاية هعمل لكم مسلسلات جبارة. ألقاكم في الحلقة القادمة، مع السلامة.